سلام حبايبي، فيديو جديد ويوم جديد مع سافر مع سامح. النهارده انا اتحرك من لندن اروح مدينة مانشستر سيتي. بعد ما قعدت في لندن 3 ايام. انا كان 3 ايام بالنسبة لي كفاية جدا على زيارة لندن، لان انا عشت في لندن قبل كده. 3 ايام بليلتين وانا بتاع حركة ونشيط واتحرك دايما. ببدأ يومي بدري، بنزل من فندقي. الفندق ده بتاعي بس بخش انام فيه بس، لكن ببدأ يومي بدري قوي وبرجع الفندق متأخر قوي. فأنا ال3 أيام بالنسبة لي كانوا كفاية جدا عليا. لكن طبعا لو انت معاك أسرة معاك أطفال حركتك بطيئة، زود يوم كمان. أنا حجزت فندق في منطقة زون 3، ودي مش بعيدة، حوالي 30 دقيقة بالمترو أو 40 دقيقة بالأتوبيس للداون تاون. طب انا ليه حجزت هناك؟ لان انا في الرحله دي ما كنتش مرتب حجوزات قبلها بمده، وده اللي بنصح بيه دايما يا جماعه. لما تيجوا تحجزوا رحله احجزوا قبلها بمده، تجيبوا احسن اسعار. انا وقتها حجزت قبلها بيومين، فما لقيتش خالص حاجات متاحه في زون 1 ولا زون 2. حجزت حاجه في زون 3، وكانت غاليه كمان، كانت غاليه. فطبعا وما كانش مستواها حلو. فبنصحك دايما 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 خطط لرحلتك قبلها بمده. خش دور على الفنادق. ولو معاك اسره ما انصحكش فندق، اير بي ان بي. اير بي ان بي ودوت في فيديوهات قبل كده، انا هحط اللينك بتاعها فوق اهو. فانتوا روحوا بصوا على الفيديوهات ديت، تشوفوا ازاي تحجز على اير بي ان بي وازاي تحجز عن الفنادق، بس بدري عشان تجيب اسعار كويسه. بعد ما قضيت 3 ايام في لندن، نصيحة في لندن، انا قضيت احلى ويك اند والمسا بتاع والسهرة في لندن في الميادين الرئيسية كلها. كان جو اروع ما يكون. وكمان ما انساش ان يوم الحد بالليل رحت زرت قصر بيكنجهام وبيج بن. ودي خبرة اوعى تفوتها، لازم تزور المعالم السياحية المشهورة قوي بالنهار وبالليل. تاني بأكد، المعلومة اتعلمتها منين؟ اتعلمتها من روما، لأن روما بالنهار حاجة حدوتة وبالليل حدوتة تانية. فأنا بعمل كده في كل حتة بروحها بعد ما اتعلمت الدرس ده من روما. ما تنساش تتفرج على الفيديوهات اللي هحطها في اللينك فوق عن بعض النصايح في فيديو من الفيديوهات. ان انت لازم تعرفها قبل ما تروح لندن. ازاي توفر في المواصلات جوه، ازاي تركب مترو والتيوب، وازاي تدفع اقل الاسعار احسن تدفع كتير قوي وانت مش عارف انك بتعمل حاجه. ممكن تعمل حاجه تانية توفر بيها فلوس. كمان هتتفرج في اللينك بتاع الفيديو اللي فوق دوت على الباكنجهام وبيج بن بالليل خالص، ولكن بادئ الفيديو بالنهار خالص. شوف الفرق بين الاتنين. وكمان هتشوف في اللينك بتاع الفيديو دوت كمان ان ازاي ممكن تستمتع باحلى مساء وسهرة في لندن. وازاي كمان ان انت ممكن تقضي نهار في لندن تاور ولندن بريدج واسواق لندن اللي ملهاش مثيل في العالم من حيث الحيوية والعدد والزحمة والجمال وريحة الاكل. كانت خبرة ما بعدها خبرة من الجمال. في الفيديو بتاع النهارده انا هركب الاتوبيس بتاعي ناشونال اكسبريس. اللي عاوز يعرف ايه ناشونال اكسبريس وليه الاتوبيس ده انا برشحه، يروح الفيديوهات اللي هحطها في اللينك فوق يتفرج عليها. ناشونال اكسبريس باكد تاني ان دي احسن شركه نقل جوه لندن. انا ركبت الاتوبيس من لندن لمانشستر. هتبصوا على تمن التذكره، هعرضها على الشاشه وفي الفيديو هتعرفوا تمنها كام. وهقول لكم وقتها تذكرة القطر لقيتها بكام. ورحلة الأتوبيس دي أخدت 5 ساعات من لندن لمانشستر. وأنا بقى في مانشستر هقضي يومين في مانشستر، وهقضي يوم في يورك، وهقضي يوم في ليدز. استنوا معايا الفيديوهات الجاية، هتشوفوا حاجات حلوة جميلة. النهاردة استمتعوا بتحركي من لندن بالأتوبيس ووصولي مانشستر وأول يوم ليا في مانشستر. أشوفكم في فيديوهات تانية. ما تنساش لو عجبك الفيديو لايك سبسكرايب وشير. واشكركم على كم المشاهدات. اتمنى لكم تستمتعوا واشوفكم على خير في فيديوهات تانية. مع سافر مع سامح. كالعادة حبايبي هاخدكم معايا في رحلة النهاردة من لندن. أنا ماشي من لندن بعد ما قضيت فيها 3 أيام. وده الأتوبيس اللي أنا راكبه الناشونال إكسبريس. وتمن التذكرة زي ما انتم شفتوا في الصورة اللي طلعت $12 90 سنت، أو 13 باوند إلا 10. احب اكد عليكم ان التذكره هنا في الاتوبيس ناشونال اكسبريس ب $13 الا 10، لكن التذكره القطر كانت معديه ال 200 باوند.
تذكرة طيران كان بعدها 150 باوند تاني. ليه الكلام ده؟ علشان انا بحجز في اخر وقت. اللي انتوا شفتوه الصورة طلعت واختفت دي الحجز بتاعي في الفندق اللي انا كنت قاعد فيه. ما كنتش راضي على مستوى الفندق، بس اضطريت احجزه لان تاني حجزته بالغالي وكان بعيد شوية. بس عشان ما لقيتش وقت كافي احجز قبليه اجيب سعر كويس في منطقة احسن. فعشان كده النصيحة دايما اللي بقولها لكم احجزوا بدري، ولو معاك اسرة احجز عن طريق موقع Airbnb، هتلاقيه في اول كومنت. انا هنا راكب الاتوبيس وبستخدم اب اسمه اوميو، هبقى اتكلم عليه في مرة تانية. بيوريك المقارنة بين ثمن القطر والاتوبيس والطيران في الجهة اللي انت رايحها. الرحلة من مانشستر، من لندن لمانشستر 5 ساعات ونص بالاتوبيس. الاتوبيس مش هيقف خالص. طبعا في الاول الاتوبيس بيتحرك وسط لندن لغايه ما يطلع يمسك الهاي واي. احب اقول لكم ان ناشونال اكسبريس هو احسن وسيله مواصلات للتنقل بين مدن انجلترا. واحب اكد كمان ان هو مكيف، وان هو في واي فاي، وكمان في شواحن للموبايلات، فما تقلقش خالص، هتقعد مستمتع مبسوط. الكراسي مريحه جدا، اتوبيسات على اعلى مستوى، الهاي ويز مجهزه. وانا قاعد في لندن يا جماعه، او في انجلترا عموما، في امان مش موجود في معظم دول اوروبا دلوقتي. ما تقلقش على شنطتك، حط شنطتك جنبك وتصور. شنطتك اللي في ظهرك مش كل شويه تطمن عليها، ما تقلبهاش تلبسها يبقى هي قدامك مش في ظهرك، احسن حد ياخد منها حاجه وهي في ظهرك. الكلام ده ما بيحصلش خالص في انجلترا. امان 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 امان. طبعا انا بقول كده بعد ما لفيت دول كتيره في اوروبا واختلفت عن زمان. الامان في انجلترا هي نمبر 1 او نمبر 1 يعني. احب اقول لكم ان انا رايح مانشستر، هقعد ده مسكنا الهاي واي هنا خلاص من لندن في الاتجاه مانشستر. في مانشستر هقعد 4 ايام او 5 ايام ب4 ليالي. هروح منهم يوم هقضيه في يورك، وهروح يوم اقضيه في ليدز. هروح يورك بالقطر واروح ليدز بالاتوبيس عشان ابقى جربت التجربتين والخبرتين. ما اركبش نفس وسيله المواصلات، اغير واشوف المتعه هنا ايه والمتعه هنا ايه. ده كمان يا جماعه، هنا وصلنا مانشستر، دي بدايات مانشستر ظهرت اهي. واحنا كده وصلنا مانشستر، وهنروح الفندق بتاعنا نقضي فيه الليله، ننام، وبعد كده الصبح هبدا اول يوم ليا في زياره مانشستر. الرحله بالاتوبيس 5 ساعات ونص، لكن كانت جميله ممتعه. ماشيين في هاي ويز، شايفين الريف الانجليزي طول السكه، مناظر جميله. هنا انا الصبح بتاع تاني يوم قمت بصيت في الاب بتاع الويذر، لقيت او الطقس، لقيت انها بتشتي. ده الفندق بتاعي اسمه بريطانيا هوتيل من سيتي سنتر اوف مانشستر، وده الاقامه بتاعته. على فكره بنفس ثمن الفندق بتاع انجلترا، يعني الليله فوق ال60 باوند، يعني بحوالي $80. بس هو ارقى كتير 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 كتير. ده يستاهل في الليله لو 200 باوند يندفع فيه 200 باوند. انا ما كنتش ابخل شخصيا، خصوصا بعد ما اتضايقت في الفندق بتاع لندن، قلت لازم احجز حاجه كويسه قوي في مانشستر. بس برضه لو تلاحظوا هناك كان انا هنا من ايام ويك دايز، ايام اسبوع مش ويك اند، فالويك اند دايما اغلى، فهو كان سعره يعتبر كده برضه رخيص، عشان انا رايح هناك من يوم الاثنين ليوم الجمعه، مش من الجمعه للاثنين اللي هو الويك اند. الفندق ده في الويك اند بتعدي الليله ال100 باوند برضه. احب اقول ان انا الصبح لقيت الدنيا بتشتي، فما قعدتش في فندق، قمت بدري، معايا شمسيه، معايا رينكوت، معايا الشنطه على كتفي فيها كل الحاجات اللي بحتاجها علشان ما استقش في حاجه، معايا جاكيت شتوي عشان لو الجو بقى ساقع زي ما هو دلوقتي، او كمان شويه الدنيا بقت حر. وانا بتمشى هنا من الفندق بتاعي، الفندق بتاعي وسط البلد. اول حاجه بتقابلك بيكاديلي ستيشن، وده السيتي سنتر. مشي من الفندق بتاعي مش اكتر من 5 دقايق. واجمل حاجه ان محطه الاتوبيس بتاعت ناشونال اكسبريس اللي نزلت منها في ظهر الفندق، 30 ثانيه مشي، تخيلوا، في ظهر الفندق على طول. والفندق في وسط البلد برضو. هنا انا مستمتع ان انا مش محتاج اركب مواصلات عامه. هتشوفوا هنا وسط البلد، وهتشوفوا هنا الاتوبيسات شكلها ايه، وهتشوفوا كمان ان في مفاجاه جميله هتعجبكم. الترام للناس بتوع اسكندريه، انا اسكندراني، في الترام بتاع اسكندريه عندنا، فلقيت ترام هناك اهو الاصفر اللي جاي دوت. بس الترام دوت يا جماعه، المحطه بتاعته مش في سوى الارض زي اسكندريه عندنا، المحطه بتاعته بتتبنى، بتبقى عاليه، عامله زي الرصيف بتاع محطه القطر بس صغيره كده وسط الشارع، بحيث ان هو مستواه مش نازل تحت. ادي الترام الاصفر. انا ما ركبتوش خالص، ما احتجتهوش. انا ركبت المواصلات في مانشستر وانا رايح اكل في المنطقه العربيه.
اكله سمك بوريها لكم فيديو، حاجه تحفه. ورحت متحف مانشستر، فكان لازم اركب مواصلات فركبت اتوبيس يوميها. ده السيتي سنتر بتاع مانشستر. مانشستر مدينه صغننه، طبعا مشهوره قوي قوي بالمعالم السياحيه اللي فيها ايه، تخيلوا، نادي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، ده المعلم السياحي اللي هناك. والبلد قايمه على الصناعه في القرن اللي فات، كانت هي من المدن الصناعيه اللي قامت على صناعه القطن وهكذا. السيتي سنتر بتاعها طبعا، انا يوم اتنين النهارده ما تنسوش ان يوم الاثنين الناس بتشتغل والماركت بيبقى فاضي او السوق فاضي والدنيا هاديه. فده انا يوم الاثنين الصبح كمان، وده واحد قام بيغني، يعني هو بيطلب مساعده من الناس ماليه بس بطريقه شيك. انا كده ماشي في السيتي سنتر بتاعها. احب انصحكم نصيحه مهمه قوي، انا لما وصلت بالليل ما كانش معايا اكل، ده اهم. اللي عدى دوت اسمه ارندال، ده اشهر شوبينج سنتر هناك، اشهر مول هناك. ودي السيتي سنتر قدامه برضو. كل دوت السيتي سنتر، دي محطه الترام قدامكم اهي مبنيه، بتبقى اعلى شويه من مستوى الشارع طبعا، غير بتاع اسكندريه عندنا ما فيش محطات عاليه كده. وهنا ده اسمه الكورن اكستشينج، المبنى العدى الجميل دوت. والكورن اكستشينج ده البورصه اللي بيتبادلوا فيها الحبوب. انا دخلت في مدينه يورك، هبقى اوريها لكم. بيبقى هي مكان سياحي، ودوت تراديشنال، حاجه تقليديه هناك. مكان بيتجمع فيه التجار يبادلوا الحبوب، لان طبعا اقتصاد انجلترا قايم على الزراعه. انا هنا بتمشى في السيتي سنتر. وهنا جيت عند مكتبه اسمها شيتام لايبراري، دي مكتبه قديمه عمرها فوق 300 سنه، وطبعا فيها كتب اثريه، ليها ليها تذكره للدخول وليها طابور طويل. طبعا انا لو مهتم بالادب الانجليزي يمكن كانت فرصه هدور على كتب نادره ممكن كنت الاقيها هناك، تبقى فرصه حلوه، لكن انا عشان مش مهتم بكده ما دخلتش. دي مانشستر كاثيدرال. دي الكاتدرائيه بتاعت مانشستر، من اهم المعالم السياحيه اللي هناك. دي البارك بتاعتهم، المنطقه المحيطه. والمبنى اللي انتم شايفينه دوت حاجه غريبه قوي، ناشونال فوتبول ميوزيوم، المتحف القومي لكرة القدم. تخيلوا من أهمية كرة القدم في المدينة، عاملاها متحف مخصوص. وقريب من كاتدرائية مانشستر، اللي هي أهم مكان أو معلم سياحي، رمز مدينة مانشستر. ده الفرونت أو المقدمة أو مقدمة المبنى. أنا واقف قدام المبنى من بعيد، وبتخش الكنيسة من ناحيتين، وده نهر قدامها هنا، من الباب اللي ناحية اليمين، باب من ناحية الشمال. واحب اقول لكم ان زي ما انتم شايفين هي لسه بتشتي، وانا النهارده اغسطس 14، المفروض انا رايح اجازه مصيف رايح في صيف. فلا، خد بالك في انجلترا وانت في الصيف معاك الرين كوت او جاكيت المطر، معاك شمسيه، معاك لبس شتوي، لان كمان شويه هتحرر، هضطر اخلع الجاكيت الشتوي اقعد بنص كم. الجو هناك بيتقلب في اليوم الواحد، وممكن يقعد يومين كويس ويوم شتاء وهكذا. احب كمان اقول لكم ان نصيحه وانت رايح هناك، ده مدخل الكنيسه هنا، خلينا نستمتع قوي بالكنيسه ومنظرها. هنخش الكنيسه. الكنيسه اثريه وكل حاجه، بس صراحه كنائس روما لا يعلى عليها. دي كنائس مبنيه اثريه حلوه جدا، بس لما تقارنوا بين الكنائس في مستوى انجلترا وكنائس روما، حتى الكنائس العظمى هناك اللي هي زي سان بولز كاثيدرال، او الابي اللي هي بيتم فيها ويست مينستر ابي، بيتم فيها المراسم الملكيه من جواز او احداث اسريه للملوك بيتم هناك. لكن الكنائس مستواها مش واو زي بتاعت روما. دي الكنيسه من جوه هنا، ده اهم معلم سياحي هناك. انا هنا بتمشى بالكاميرا بتاعتي ومسرع الكاميرا بتاعتي عشان امشي بخطوتي بطيئه شويه، عشان ما اطولش وقت الفيديو وانتوا تملوا من الفرجه. ده المكان اللي بيصلوا فيه المرتلين هنا. السقف، وانا احاول اجيب المنظر كله، بس انتوا لما تشوفوا هنا وكمان شويه تشوفوا معايا كنائس روما في الفيديوهات بتاعت روما وايطاليا، لما اعمل ايطاليا ان شاء الله هتشوفوا الفرق رهيب بين الكنائس اللي هنا والكنائس اللي هنا. اللي على جنب دوت يا جماعه عاملين تاريخ الكنيسه من سنه 1400 وحاجه لغايه دلوقتي. مين الكهنه اللي كانوا بيخدموا فيها، الاساقفه اللي بيخدموا فيها، مين طور الكنيسه وعملوا ايه. طبعا اللي عنده وقت يقف يقرا الكلام ده كله، يعرف التاريخ بتاع المبنى وايه اللي حصل فيه على مر الاحداث. ده مسبح
تاني هناك منطقة رئيسية شمال المسبح الرئيسي، ودي القاعة أو دي الهول الرئيسي جوه الكنيسة، والمصلين كلهم بيقعدوا هنا، وأنت تقعد هنا براحتك، ممكن تقعد الوقت اللي أنت حابه. يعني لو بتشتي بره برضه ممكن تقعد جوه لغاية ما تبطل شتاء. لو أنت عاوز تقعد قعدة روحية ممكن تقعد تستمتع، ما حدش يقول لك امشي اطلع أبدا. وده هنا كان مسبح تاني برضه فرعي اليمين عكس اتجاه المسبح اللي كان فيه من شوية، وفي النص المسبح الرئيسي ما تنسوش. ودي الأعمدة هنا والمباني والهول. باين جدا الكنيسة عريقة قديمة، من أهم المعالم السياحية اللي زورها في مدينة مانشستر هي كاتدرائية مانشستر. كمان الكاتدرائية دي ملهاش رسوم دخول، دي مجانا، ودي برضو حاجة قليلة ان انت في انجلترا تخش كنيسة مجانا. كل الكنائس ليها رسوم دخول، برضو في روما ما فيش الكلام ده ابدا ابدا ابدا. اجمل كنائس الارض واغلاهم في البنى اعتقد اللي هي كنيسة الفاتيكان، الدخول فيها مجانا. ده الكاتدرائية، ودي أماكن الصلاة، أماكن التراتيل. وكمان هنا عاملين فيها زي بيحطوا أجساد الأساقفة القديسين اللي هم بيعتبروا القديسين، بيحتفظوا بيها في الكنيسة ويبنوا لهم مزار ديني هناك. ده هنا هجيب لكم اسمه جيمس. ده بيشوب هناك اسمه جيمس فريزر، ودوت قديس، وعاملين جسده دفنوه هناك، وعاملين تمثال فوق المدفن بتاعه، وده التمثال بتاعه بره اهو. وكمان هنا ده مكان مدفن لقديس تاني عندهم. ودي جولة جوه الكنيسة هنا، وده مسبح تاني للصلاة. طبعا بص على التماثيل ودقتها وحاجات جميلة جدا جدا، بس تاني أنا مش منبهر زي انبهاري بكنايس روما. اللي زور كنايس روما خلاص مفيش كنايس تاني في العالم ممكن تبهره. ده هنا بقى زيارة الملكة إليزابيث للكنيسة، وهنا الصور، وده كان من وقت قريب مش من بعيد. وطبعا مخلدين الصور وحاطين صورها، والأساقفة بيستقبلوها وعاملين ألبوم للصور لزيارتها. وده تمثال للعائلة المقدسة منحوت ومحطوط على جنب بطريقة دقيقة وجميل قوي. ده انا طلعت بره الكاتدرائيه، ده المنطقه المحيطه بالكاتدرائيه من بره، وده المبنى بتاع الكاتدرائيه. بص عليه جميل ازاي. الكاتدرائيه ما تنسوش مبنيه اثريا، وهي متحف حقيقي كمان للزياره، او شكل مبنى من بره. دي المنطقه المحيطه بالكاتدرائيه. بره بقى في كافيتريات، في مطاعم، في قعدات، والجو جميل حواليها وحاوي. بس ما تنسوش انا يوم الاثنين وده يوم شغل، والناس لسه في شغلها، لان انا لسه ما جاتش الساعه 4 او الساعه 5. انا رجعت تاني للسيتي سنتر. وهنا بنصحكم نصيحه، لما تشتروا حاجه ما تسيبوش نفسكم بالليل، لان لو بالليل فاتح محل، ده الفود كورت، انا طالع ادور على اكل فوق. بالمناسبه في الفود كورت فوق هتلاقوا كل الفرنشايز العالميه، ما تقلقوش على اي نوع اكل بتحبوه. نصيحة، ما تستنوش تشتروا حاجة بالليل، بعد الساعة 8 كل المحلات بتقفل. فلو لقيت محل واحد فاتح، أنا جبت مثلا مياه معدنية بضعف 3 أضعاف ثمنها ما لقيتها الصبح. جبت أكل، وجبت ما كانش معايا حاجة أتعشى بيها، فاشتريت أكل، قمت الصبح لقيته بتلت الثمن في باقي المحلات. فنصيحة، ما تسيبوش نفسكم بالليل تشتروا علشان أسعار أغلى. هنا أنا بقى رحت مانشستر بيكاديلي جاردن، ودي هناك هي بصوا اسمها بيكاديلي برضه، فبيكاديلي دي غير بيكاديلي بتاعت لندن، دي مانشستر بيكاديلي جاردن، دي من المعالم السياحيه هناك. وده الفندق بتاعي، انا معدي من قدامه، وقريب جدا من سيتي سنتر زي ما انتم شايفين. انا معجب بالمبنى، فتلاقوني بصوره كتير، بصوره من بره، من جوه تحفه معماريه، كانك يا جماعه اسكندرانيه قاعد كده في قصر المنتزه، او قاعد في السلاملك اللي هو في المنتزه جوه. حاجه وهم، وهصوره لكم من جوه، حاجه بديعه بديعه بديعه. انا حقيقي دافع فيه 60 باوند في الليل، عشان ده ايام اسبوع مش ويك اند. بس لو في الويك اند و100 دولار او ب 100 باوند هدفع ال 100 باوند. ال 60 باوند يعني 80 دولار، بس صدقوني يستاهل اكتر من كده بكتير. قريب قوي من الفندق بتاعي 5 دقايق مشي رحت تشاينا تاون. جمال التشاينا تاون هنا، الصينيين يجمعوا نفسهم في اماكن محدده، بيعملوا اكلهم ويعودوا الشعوب اللي هم بيبقوا عايشين وسطهم على اكلهم ومطاعمهم، يبداوا ينتشروا بالبيزنس بتاعهم، ويبقوا عزوه ويكبروا ويكبروا نفسهم، يبقى عندهم محل بقى شارع بقى شارعين، بقت بيسموها تشاينا تاون. لو فاكرين انا رحت تشاينا تاون في وسط لندن، في تشاينا تاون في برايتون، في كل حته هتلاقوا تشاينا تاون. انا غيران من الصينيين وقوفهم جنب بعضهم بيكبروا بعض ويتلموا على بعض. ويا رب يجي في يوم من الايام نلاقي في كل بلد نلاقي ايجيبشن تاون، والمصريين كلهم ملمومين فيها.
اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو. اشوفكم في فيديوهات تانية جميلة سعيدة، ولايك سبسكرايب وشير.